السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في دورة جديدة من دورات دكتور عمرو الهادي. دورتنا النهاردة هي دورة مهارات إعداد خطة العمل للمؤسسات. طيب، الدورة دي مهمة لينا جميعا جدا. طب هناخد فيها إيه؟ هناخد فيها إيه هو تعريف خطة العمل؟ إيه أهمية خطة العمل؟ ايه اهداف خطة العمل؟ ايه انواع الخطط كلها؟ ايه خصائص وصفات الخطة الناجحة؟ نعرف ازاي نخطط خطة ناجحة. ايه المعوقات الخطة العمل؟ ايه المعوقات وايه الصعوبات اللي ممكن تواجهنا واحنا بنعمل خطة العمل؟ ايه سمات المخطط الناجح؟ ايه اساليب ومناهج وضع خطة العمل؟ ايه خطوات واجراءات وضع خطة عمل؟ وهناخد امثله تطبيقيه على الانواع المختلفه لخطط العمل. اول حاجه، يجي حد يسالني ايه هي الخطه؟ ايه هي الخطه؟ سؤال حلو. الخطه هي عموما بيبقى مخطط بترسمه، او سلسله من الخطوات او سلسله من الاجراءات هتنفذها مستقبلا بهدف ايه؟ ان انت هتحقق هدف او مجموعه اهداف. الاهداف دي او الهدف ده بيبقى مرتبط بتايم، باطار زمني محدد. يبقى ايه الخطه؟ هي مخطط او سلسله من الاجراءات او الخطوات ستنفذ مستقبلا بهدف تحقيق هدف معين او مجموعه من الاهداف، تكون مرتبطه باطار زمني. طب عظيم جدا، احنا كده عرفنا ايه هي الخطه. طب اللي بعديها ايه بقى؟ ايه اهميه الخطه؟ خطة العمل تعتبر من أهم الأدوات اللي ممكن لأي رائد أعمال أو أي مؤسسة أو أي دولة أو حتى على مستوى الأفراد يمكن الاعتماد عليها لعدة أسباب جوهرية. أول حاجة، خطة العمل بتوضح الرؤية والأهداف. دايما خطة العمل بتساعدك في توضيح رؤيتك وأهدافك بعيدة المدى. فاهم ازاي؟ فده بيخليك بيبقى عندك تركيز أكتر على اللي أنت عاوز تحققه، فبتوضح لك، تشوف لك الصورة واضحة تماما، بتشوف ايه مستقبلا، ايه اللي هيحصل مستقبلا. طيب، تاني حاجة ايه؟ بتحدد لك الاستراتيجيات. يعني ايه بتحدد الاستراتيجيات؟ خطة العمل بتتيح ليك ان انت تحدد الاستراتيجية المناسبة للوصول لأهدافك. فاهم ازاي؟ سواء بقى الاستراتيجية دي تسويقية، سواء الاستراتيجية دي تشغيلية، سواء الاستراتيجية دي مالية مثلا. طيب، ايه كمان؟ تقييم الجدوى المالية. يعني ايه تقييم الجدوى المالية؟ يعني من خلال اعداد التوقعات المالية وتحليل الارباح والخسائر المحتملة بقدر اقيم اذا كان المشروع ده قابل للتنفيذ من الناحية العملية والمالية ولا لا. يعني من خلال التوقعات المالية اللي انا بعملها وتحليل الارباح المتوقع والخسائر المحتملة، فاهم ازاي؟ بقدر اقيم اذا كان المشروع او الحاجة دي اللي انا داخلها هل هي قابلة للتنفيذ من الناحية العملية والمالية ولا لا. طيب، رابع حاجة ايه؟ بتعمل إدارة المخاطر. يعني ايه إدارة المخاطر؟ دايما خطة العمل بتساعدنا في التعرف على المخاطر المحتملة، فبالتالي بتخلينا نطور خطط العمل، خطط تجنبها. ما بكون مثلا ابقى عارف وانا ماشي، عارف ان في نص الطريق في الحته الفلانيه في حفره، لا انا اخلي بالي واعمل اغير الاستراتيجيه واعديها. فبالتالي بعمل خطه لتجنب المخاطر، او ان انا اتعامل مع المخاطر ده بشكل فعال. ان انا اتعامل مع المخاطر ده
بشكل فعال. طب ايه كمان؟ بنعمل خطة العمل من أهميتها إنها بتعمل جذب للمستثمرين والشركاء، بتعتبر أداة مهمة لإقناع المستثمرين والشركاء المحتملين بجدوى المشروع ومنفعته ليهم وقدرته على تحقيق وتوليد الأرباح، على تحقيق النجاح وتوليد الأرباح. فلازم دايما خطة العمل دي بتكون صورة مهمة، أو بتعتبر وسيلة مهمة جدا لإقناع المستثمرين والشركاء، بإقناعهم بالمشروع. طيب إيه كمان؟ خطة العمل بتوفر لي خارطة طريق واضحة. يعني إيه؟ يعني بتستخدم كخارطة طريق بتوجهك في كل مرحلة من مراحل المشروع، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة إلى آخر الإيه؟ مما يساعد في تجنب الانحراف، اللي بيخلي مسارك واضح وماشي في خط مستقيم، بيساعدك ان انت بتتجنب ان انت تقع او تنحرف عن المسار. طيب ايه كمان من ضمن الاهميات؟ متابعة الاداء. بتستخدم دايما خطة العمل كأداة لقياس الاداء وتحديد النقاط اللي بتحتاج لتحسين او تعديل في الاستراتيجيات. يعني ازاي؟ مثلا انا دلوقتي خلاص بدأت التنفيذ والتنفيذ ماشي والكلام ده كله، باجي بقى اتابع الاداء، فبعمل بعمل مقارنة ما بين الاهداف اللي في الخطة واللي حصل على ارض الواقع. مقياس الاداء قد ايه؟ 30%، 40%، 50% من المطلوب تنفيذه، ولا كام؟ فبالتالي الخطة هنا أداة بقارن بيها الواقع الفعلي. طب عظيم جدا. آخر حاجة في الأهمية هي بتنظم الأفكار والموارد. إزاي؟ دايما الخطة بتساعدك على تنظيم أفكارك والموارد المتاحة بكفاءة. ده اللي بيساهم دايما في إدارة العمليات بشكل أكتر فاعلية. باختصار لده كله، خطة العمل هي أساس نجاح أي مشروع ريادي، بيساعدك على الاستعداد لمواجهة التحديات وتوجيه الجهود كلها بشكل منهجي ومنظم لتحقيق الأهداف المنشودة. وأخيرا انتهت الحلقة الأولى من دورتنا، أو المحاضرة الأولى من دورتنا، وأتمنى أن انتم تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.